ملي كناكل شي حاجه كنحس بالالام في البطن ديالي، انتفاخ بعد الاكل، تغير في البراز، الالم في البطن. السلام عليكم. اشنا هو القولون العصبي واشنا المسببات ديالو؟ نبداو بالمسببات. كاين جوج انواع المسببات، مسببات خارجيه اللي هي اولا طريقه التغذيه، ثانيا الظروف النفسيه المحيطه بالمريض او النفسيه اللي ديالو هو. الاسباب الداخليه كاين ما يسمى بمكونات الميكروبيه اللي كاينه في الجهاز الهضمي، وثانيا كيفاش كيتفاعل الجهاز الهضمي مع الماكله. اشنا هما الاعراض ديال هذا القولون العصبي؟ كاين اولا انتفاخ البطن بعد الاكل ولا بعيد شويه على الاكل، ثانيا تغير في البراز ديالو في الخروج، يا اما انسان تيولي تيخرج اكثر ولا اقل كميه وكيفيا. وثالث حاجه هو الالم في البطن، ملي كناكل شي حاجه كنحس بالالام في البطن ديالي. العلاج ديال القولون العصبي فيه جوج ديال الركائز، اولا العلاج بالادويه، والركيزه الثانيه واللي مهمه بزاف هي العلاج في الظروف العامه والحياه العامه ديالنا، يعني اش غناكل، اش غنشرب، واش غادي ندير في اليوم ديالي، واش خصني نتحرك ولا لا، واش نبقى غير ناعس مورا الماكله. اذا ما نمشيو نتسناو روسنا غادي نتبراو غير بالادويه، لا بد من ما يسمى بريجيم دو في، يعني طريقه حياه اللي خصنا نبدلوها باش نقدروا نتفاداو ولا نتهناو من هذا القولون العصبي.